اللي احنا تطورنا فيها جامد مجال الفيديو كليب. سيب ايدي وانا جيت جنبك، سيب ايدي انا مش طايقك. طب لما انت مش طايقها كنت بتمسك ايديها ليه؟ ها؟ وبعدين انا مش عارف الناس ليه زعلانه من الفيديو كليب ده. الفيديو كليب ده هو اللي هيرفع مصر، مش لازم يعني يرفعها في الفن، بس هيرفعها زي ما صاحب الكليب هيترفع. لا الفنانة اوريدي مرفوعة قشطة يعني. كان في كوبليه في الأغنية دي استفزتني جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا اللي علمت امينيم وبيتبول المزيكا. لا يا راجل، يا عم ماشي هعديها لك. وانا اشهر من بن لادن في امريكا. يا عم قشطة ماشي. لكن انت اللي علمت الكرة لابو تريكة. طب ابو تريكة بيلعب بكرة واحدة، لكن انت بتلعب بكرتين. فين المساواة؟ وبعدين المصور تقريبا ما كانش مركز في التصوير خالص، كان مركز في نفس الحاجة اللي الشعب المصري كله كان مركز فيها، ايديه. فالكاميرا كانت بتلعب لوحديها، شوية فوق شوية تحت. نيجي في الشوية اللي تحت، كان في شط من تحت، من تحت قوي. حسيت ان الشباب كلهم هما بيتفرجوا عليه عملوا كده، اوبا ايه ده، حاجة جميلة قوي. والله. ف يعني مش عارف ليه كده. وبعدين عجبني قوي احلى حاجة في الفيديو تقريبا هي الفنانة لما جت في الاخر فبتقول لك والله انا جالي بخة في صوتي. بخة؟ طيب ماشي. وتقول لك ايه، انا تعبت قوي والله، ربنا يكرمني ان شاء الله والفيديو ينجح. انت اللي تعبتي؟ امال احنا نعمل ايه؟ وبعدين ربنا ستر في الفيديو ده وعدت على خير. الفيديو الجاي ايه تطلعوا تخلفوا؟ كفايه اسفاف بقى.